بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الكرام، ومن رحاب شبكة السلام الفضائية يطيب لنا ويسعدنا أن يتجدد اللقاء معكم مع برنامجنا الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بك وبالمشاهدين، مرحبا. في لقائنا اليوم ونحن أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات الكرام نعيش بركات شهر رمضان المعظم، ومع القيم التي يبنيها رمضان على الأمة أفرادا وجماعات، نرحب بكم، وإن شاء الله تعالى يكون لقاؤنا في هذا اليوم حول قيمة سامية وموضوع هام، ألا وهو موضوع الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق قيمة حث عليها الإسلام ودعا إليها، وفي هذا الشهر الكريم يتجدد الإنفاق ويتأصل وينطلق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وللإنفاق ميزة كبيرة وأهمية في مجتمع المسلمين أفرادا وجماعات، مع العناية بالأسئلة الرمضانية، لكننا إن شاء الله نركز في بداية حديثنا عن أهمية الإنفاق والسبل التي تجعل هذا الإنفاق يتقرب به الإنسان لربه. حول هذا إن شاء الله ندخل في موضوع الإنفاق وأهميته وكراهية الإمساك. بارك الله فيكم، تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم واجبات الإسلام أو التكاليف الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى المسلمين هو العطاء، أن يتعود الإنسان على مسألة العطاء. وهذا العطاء يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. يعني كانت العرب مثلا في الجاهلية مشهورة بالكرم، مشهورة بالشجاعة، وكان دائما عند العرب أن الكريم الشجاع والشجاع كريم. هذه كانت الصورة التي على كل تعود عليها العرب. وأراد الله تبارك وتعالى لهذه الصورة أن ترتبط بمعنى أسمى ومعنى أفضل، بدلا أن تكون والله المقصود منها هي الشهرة وحب المدح وحب الثناء وإرادة وجه الناس. أراد الله تبارك وتعالى لهذه الخصلة، وهي خصلة العطاء والإنفاق والبذل والكرم، أرادها أن يرجو منها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. هذه أول مسألة. الأمر الثاني، نلاحظ بأن من أركان الإسلام الركن الثالث تقريبا في الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة هو ركن الزكاة، وهو من الأركان التي يدخل على كل أو تدخل ضمن موضوع الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن كان معنى الإنفاق الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى أوسع من معنى الزكاة، أوسع من معنى الزكاة. فالزكاة هي جزء من الإنفاق ويتعلق بالإنفاق المالي أو ما يتعلق بالأموال، ولكن معنى الإنفاق في القرآن الكريم أوسع من معنى الإنفاق المالي. فقد يكون الإنسان منفق لعلمه مما يعني ينفق مما آتاه الله، أو مما رزقناهم ينفقون كما يقول القرآن. هذه تجد أنها معاني عامة للإنفاق. فقد يكون الجاه تحتاج أن تنفق منه، العلم تحتاج أن تنفق منه، الصحة والقوة تحتاج أن تنفق منها، وهكذا. يعني كل ما آتاك الله تبارك وتعالى يجب أن يخضع لقانون الإنفاق. لكن نحن عموما درج الناس إلى أن والله مفهوم الإنفاق يحصرونه في مسألة الإنفاق المالي. كانت المسألة الإنفاق في المرحلة المكية ما خاضعة لتقدير، ما كانت خاضعة لتقدير. ويسألونك ماذا ينفقون
وللعفو. فكان يعرف بإنفاق العفو، وهو أنك تنفق كل ما زاد عن حاجتك. فكانت الصورة في البداية أن المسلمين يتبرعون ويعطون ويتعودوا أن مسألة العطاء دون تقدير، تنظر إلى حاجتك وما زاد على هذه الحاجة يجب أن يعني ينفق في سبيل الله. ثم جاءت المرحلة المكية، وهي مرحلة الضبط القانوني والضبط التشريعي، باعتبار أنه خلاص في دولة بدأت تنشأ مدينة، جاءت في المدينة. نعم. جاءت بعد ذلك قضية التقديرات، إنه والله 2.5% هو الذي ينفق مثلا من وهكذا بقية الأشياء. ثم حددت بعد ذلك أيضا مقادير الأغنام، مقادير البقر، مقادير الإبل إلى غير ذلك. فالخلاصة على كل أنه الإسلام يريد من أتباعه أن يتعودوا العطاء ويتعودوا البذل، لأن الله تبارك وتعالى في إطار البذل في نهاية المطاف يطلب منك روحك. يشتري الله تبارك وتعالى منك هذه النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فلا يمكن من بخل بماله أن يعطي نفسه. القرآن الكريم يعلمك كيف تستطيع أن تتعود معنى العطاء لتصل في النهاية إلى العطاء عن طريق الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو أن تبذل نفسك كلها في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني كانوا أحرص الناس في الإنفاق المالي. تجد الواحد منهم ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وعندما جاء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنهم تعودوا أن يعطوا أموالهم، لم يبخلوا بعد ذلك بأنفسهم، فكانوا أكثر الناس أيضا استعدادا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فمعنى الإنفاق عموما الخلاصة، معنى الإنفاق هو أن تتعود على البذل وعلى العطاء وعلى الكرم وعلى الجود، دون النظر إلى أن يكون ذلك من أجل الخلق، لا، يجب أن يكون ذلك من أجل الحق جل جلاله. وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى يقول لك والله موضوع الإنفاق أنا لا أستفيد منه شيء، هو يعود إليكم. إن أحسنتم أحسنتم إيه؟ أحسنتم لأنفسكم. وفي نفس الوقت معنى الزكاة نفسه سيذهب إلى الناس. كل القضايا اللي لها علاقة بالزكاة والإنفاق ستذهب إلى نفع خلق الله تبارك وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول كل معالي الدين تتلخص في الصلاة والزكاة. الصلاة يدخل فيها كل ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، والزكاة يدخل فيها كل ما يتعلق بحقوق العباد. وبالتالي الإنفاق بهذا المعنى فهو معنى واسع، ونسأل الله سبحانه أن يعين الناس عليه. بارك الله فيكم على هذا المدخل وهذا التأصيل لموضوع الإنفاق، من كونه يعني يكون قاصرا أو شاملا. بخصوصية فضيلة الشيخ شهر رمضان وما فيه من ميزة وما فيه يعني حقيقة من أفضلية الإنفاق والعناية بالإنفاق فيه، وفي هذا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجانب يحتاج إلى إن شاء الله إلى الحديث عنه. لكن من زاوية أخرى أيضا يعني ليتكم أيضا يعني لأهل الذين أكرمهم الله يعني تخصيص العطاء في هذا الشهر وباقي الشهور أيضا إغفالها، أيضا النظرة المتوازنة في أهمية إعطاء في رمضان، وفي نفس الوقت يعني الفقير أيضا لا يقيب حقه من الرعاية ومن الإنفاق، يا إما في رمضان يعطى ما يكفي، يا إما أيضا يكون في توازن في باقي العام. حبذا تحدثون عن هذه القضايا بارك الله فيكم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بأنه كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. لاحظ كيف أن الربط ما بين رمضان ومدارسة القرآن وما بين الإنفاق، يعني كأنما كلما ارتقى الإنسان روحيا ارتقى من خلال الصوم وارتقى من خلال القرآن. والصوم والقرآن يلتقيان في البعد الروحي. الصوم والقرآن يعني القرآن من عالم الروح، والصوم يرتقي بك من عالم الجسد أيضا إلى عالم إيه؟ عالم الروح. جميل. ولذلك هذا الارتقاء سبحان الله يصاحبه أن الإنسان يتحلل ويتحرر من كل أدوات الجذب الأرضي. من الأشياء التي تجذب الإنسان إلى الأرض حب الدنيا. نعم. ومنها حب الأموال. مش كده؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب إلى آخرها. كل ذلك يشد الإنسان إلى الأرض. صحيح. عندما يرتقي الإنسان روحيا لا، الارتقاء الروحي يجعلك تسمو فلا تنظر إلى الدنيا قدر ما تنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الحالة كان يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على أشدها.
ولذلك إذا اتسى الإنسان واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن سيكون مثله، سيقتدي به في جوده عليه الصلاة والسلام، في عطائه عليه الصلاة والسلام، في الإكثار من الإنفاق في هذا الشهر المبارك، مع أن التوازن كما تفضلت مطلوب. لكن خلينا نقول هذا الشهر هو شهر العطاء بكل أنواعه، العطاء بكل أنواعه، ومنها الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن التوازن من أين يأتي؟ يعني مثلا الشريعة جاءت بأن موضوع الزكاة ما ربط برمضان ولا ربط بالحج. وهنا ننبه، لأن كثير من الناس يخطئون في أنه والله يقول لك أنا أريد أخرج زكاتي في رمضان أو أخرج زكاتي في الحج، ويحبس الحقوق عن إيه؟ عن أصحابها. هذا لا يجوز. الزكاة إذا كانت مصادفة في رمضان وتعود الإنسان أنه والله دائما هي تخرج هكذا طبيعتها، انك بدأت في رمضان فتنتهي معك في رمضان، لا حرج في ذلك انه والله تخرجها في رمضان. لكن اذا كان زكاتك والله لا، زكاتك مثلا في شعبان، زكاتك في رجب، زكاتك في هذه الاشهر، فلا يجوز حبسها بعد ذلك، لا يجوز حبس هذه الزكاة عن اصحابها ولو يوم واحد، لا بد ان تخرج مباشرة لاصحابها. وبالتالي من هنا يأتي التوازن. يعني سيكون الانفاق على مدار العام. يعني في محسن يخرج زكاته في رمضان، محسن آخر يخرجها في شعبان، واحد يخرجها في محرم. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن ربط موضوع الزكاة ببلوغ النصاب واكتمال الحول. والحول هنا لا علاقة له بالمواسم، يعني ما تقول لي والله أنا الدائرة تطلع في رمضان أو دائرة تطلع، لا، اللحظة التي تنتهي فيها المدة مباشرة يجب أن تصل إلى أصحابها. لكن نحن نحث في رمضان من ليست له زكاة يجب أن يتعود على الإنفاق، يجب أن يتعود على الإنفاق. وأيضا يمكن أن نقول من أراد كذلك خير التوقيت أو يقدم في رمضان، يعني مثلا زكاته ستكون بعد 3 أشهر مثلا، يحسب حسبة معينة ويقدم جزء من هذه لحاجة الناس في رمضان، يقدم بعض زكاته في هذا الشهر المبارك ويؤخر بعد ذلك ما تبقى إلى بقية الأشهر. نعم، بارك الله فيكم. حقيقة يعني الدعوة للإنفاق في رمضان والمسابقة فيه هي بالمقابل أيضا يعني خروج من يعني صفة ذميمة أو صفة غير محمودة في ديننا، هو الشح والبخل. يعني هذه الموسم وهذا الخير وهذه الحقيقة النفحات الربانية تدعوه المؤمن على أن يتخلق بخلق حقيقة العطاء والبذل، في نفس الوقت يتخلص هذا الشح. فضيلة الشيخ، كيف نتخلص منه؟ كيف يكون رمضان علاج لهذه الآفة التي تجعل الإنسان قابض عن العطاء بمختلف صوره؟ تفضل. أحسن. هو سبحان الله غاية الصيام لخصها القرآن الكريم في الآية الأولى، هي مجموعة حكم ومقاصد، لكن أهم مقصد من مقاصد هذا الصيام هو تحقيق التقوى. نعم. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى هي المقصد الذي يجب أن يصل إليه الإنسان من خلال الصيام. جميل. والتقوى هو أن تتقي كل ما هو سيء ومنها الشح. يعني الذي يريد أن يحقق مقاصد الصيام يتحرر من أي شكل فيه عدوان، وفيه كذلك تمسك بما هو دون الكمال المطلوب، دون الكمال المطلوب. فهنا الله تبارك وتعالى مثلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. إذن التوقي من الشح جزء من التقوى. جميل. جزء من التقوى. ولو نظرنا إليها بهذا الشكل، إنه والله أنا في رمضان ليس فقط مطلوب مني إنه والله فقط امتنع عن الطعام والشراب، ولكن يجب أن أتحرر من جواذب جواذب النفس البشرية التي تأمر الإنسان بمسألة الشح وتأمره بالبخل وتأمره بالاحتفاظ بما لديه وأن لا يتعود عملية العطاء. ولكن الإسلام يريدك من الصيام أن تتعود حاجة أكبر، إنه هذه القضايا التي هي حلال، الله قال لك لا تأكل لا تشرب لا كذا، حتى تتعود على تتعود على أنك تعطي، أنك تبذل، أنك تمتنع عن المحرمات التي منها مثلا هذا الشح الذي مركب في النفس البشرية والعياذ بالله. لكن كلما ارتقى الإنسان في مجالات الصيام والمجال الروحي سيتحرر إن شاء الله من هذه السلبيات. نعم، بارك الله فيكم. وفي هذا السياق أيضا طبعا نعرف الحديث المشهور من فطر صائما فله مثل أجره، وكذلك كان يعني السلف رضوان الله عليهم
يعني يقولون إذا يعني حضر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. شيخنا حقيقة يسأل بعض المشاهدين عن الزكاة، ونحن نتحدث أيضا عن الإنفاق. هل ممكن أن تخرج يعني من الأشياء العينية يعني كالمواد الغذائية، مثلا السمن أو العدس أو الزيت أو الدقيق مثلا، إذا عنده من هذه الكميات من هذه وليس عنده نقدا، هل ممكن هذه تكون إخراج للزكاة من هذه الأصناف؟ وعلى كل فيما يتعلق بعروض التجارة تخرج من نفس الشيء، ما في نعم. إشكال. عروض التجارة تخرج من نفس المواد. فإذا كان مثلا أنت عندك زيوت أو عندك مواد عينية وحال عفوا حال عليها الحول، فإنه يمكن للإنسان إن شاء الله يخرجها أن يخرج منها. أما هنالك بعض الأشياء المالية لها علاقة بالنقد، نقد، هذه تخرج نقدا، فما كان نقدا يخرج نقدا، وما كان عينا أيضا يخرج عينا. نعم. أحسن الله إليكم. هنالك أيضا سؤال من أحد المشاهدين يقول يقول خالي مريض بالسكر ويصر على الصيام على الرغم من تحذير الأطباء من الصيام، وأنه يؤدي إلى الوفاة، ما الحكم؟ موضوع السكر هو حقيقة نحن أيضا ننصح عموما بأن الناس تسمع إلى الأطباء وتسترشد بمقولاتهم، وخصوصا إذا كان الطبيب طبيبا ثقة متدينا له بعض الإلمام كذلك بالأحكام الشرعية. لأني ألاحظ كثير من أصحاب السكر أحيانا قد يكون والله الصيام أنفع لهم، ليس بلازم أن يكون والله دائما صاحب السكر الصيام لا يفيد، لا، ليس كذلك. قد يكون أحيانا الصيام بالنسبة له مفيد، لكن الطبيب الثقة الذي ينظر إلى الأمرين معا، ينظر إلى أمر الله في الصيام، وينظر كذلك إلى حاجة المريض إلى الترخص أو حاجته كذلك إلى أن لا يقع عليه الإضرار، فهنا الموازنة مطلوبة. هذا الشخص المكلف إذا لاحظ بأنه والله موضوع الصيام عمليا لا يؤثر عليه ويلاحظ بأنه أموره عادية وطبيعية، ويقابل أو يعمل فحوصاته مثلا بعد كل إفطار، يلاحظ بأن الوضع طبيعي، فلا حرج عليه أن يصوم. ولكن إذا لاحظ بأنه فعلا كلام الطبيب يتوافق مع الواقع، وهو أنه يحصل له ارتدادات أو يحصل له غيبوبة أو تحصل له أشياء ربما تؤدي به إلى الوفاة، هنا لا بد أن يستمع إلى كلام الطبيب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هنا أيضا السائل يسأل: ما حكم من شرب الحشيش في ليل رمضان؟ هل صيامه صحيح؟ يعني عن الصيام، وأيضا حدثونا عن الشرب أصلا، يعني سواء في رمضان أو غير رمضان. يعني هذه من الأشياء اللي يتبين فيها الإنسان حتى يعرف أنه ليست القضية مربوطة برمضان فقط. لكن تفضلوا، بارك الله فيكم. على كل هو الموضوع بتاعت الحشيش أو ما يتبعه، عندك الحشيش وعندك السجاير. طبعا في نوع من أنواع الحشيش حكمه حكم المسكرات، يعني مثل الخمور يلحق بالخمر، لكن هنالك بعض الأنواع التي لم يلحقها الفقهاء بأحكام الخمر أو أحكام المخدرات مثلا، فهذه قد تكون من المكروهات، ويختلف على كل الناس فيها. بعضهم حتى كل أنواع الحشيش أيا كان، سواء كان والله أقرب إلى الخمر والمخدرات، أو كان حتى مثل السجائر العادية أو بعض الحشيش العادي، كله ألحق على كل، والغالب على كل في الفتاوى الآن وفي المجامع الفقهية هو هذا الرأي الذي ذكرناه. على كل نحن الآن فيما يتعلق برمضان، في رمضان إذا كان والله تعاطى هذا الشخص الحشيش بعد الإفطار مثلا، بعيدا عن انه والله الان نحن حكمه زي ما قلت لك ما بين الحرمه والكراهه، لكن ما تعاطاه في اوقات الصوم فصومه صحيح. اذا ما تعاطاه في اوقات الصوم اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا طبعا يحرم فيه كل الاكل والشرب والمسكرات والمخدرات، وحتى الحشيش العادي او حتى قضايا السجائر، هذه كلها تدخل معنا في هذا المعنى. فعلى كل هذا من اذا يسأل عن صحة صومه فقد تعاطى هذا الأمر خارج
خارج وقت الصوم الوقت وقت الصوم، وبالتالي قد يكون آثما في تعاطيه للحشيش، ولكنه لا يكون مؤثرا في صومه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أحد الأخوات تسأل: المرأة إذا صامت اليوم من الفجر إلى المغرب وقبل أن يؤذن يعني بقليل خرج منها دم الحيض، فهل صيامها مقبول أم لا قبل أن يؤذن أذان المغرب؟ نعم. هنا طبعا هذا مما ابتلى الله تبارك وتعالى به بنات حواء، يعني يقع منهن هذا الأمر. فهنا القضية ليست قضية الآذان، حتى برضو تكون مسألة منضبطة. يعني هي عندها التوقيت الآن، الناس ما شاء الله التوقيت لأنه بعض المؤذنين قد يتأخر دقيقتين، قد يتأخر 3 دقائق. فإذا كان في المدينة التي هي فيها دخل الوقت قبل أن ينزل الحيض، فهنا صيامها صحيح ويومها إن شاء الله صحيح. لكن إذا كان الوقت فعلا دخل، حتى لو افترضنا إنه والله الآذان أذن أو ما أذن مش مشكلة، من دخل الوقت، فالعبرة بدخول شنو؟ بدخول الوقت، العبرة بدخول الوقت. فإذا كان نزل الحيض مثلا قبل دقيقتين أو 3 دقائق على كل من دخول الوقت، فإن يعني عليها القضاء لهذا اليوم. نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤال فيما يتعلق بالمرهم الذي يوضع يعني على الأنف وكذا، هل هذا ينقض الوضوء؟ المراهم وغيرها أيضا في هذا الباب. المراهم إذا كانت مراهم ليست سائلة بحيث والله يمكن أن تدخل إلى الجوف مثلا ولا تصل إلى المعدة، فهي سواء كان بالأذن أو كانت بالأنف أو حتى على الشرج مثلا. أيوة، هذه كلها ليست من نواقض الصيام، ولا هي أكل ولا شراب ولا في حكم ذلك، وبالتالي يمكن لكن لو أراد الإنسان أن والله يخرج من كل هذه الوساوس والإشكالات، يمكن أن يتعاطاها ليلا. أيوة، يمكن أن يتعاطاها ليلا وليس نهارا. نعم. بارك الله فيكم. هناك حديث يسأل عنه أحد المشاهدين، يقول: الأكل على جنابة يورث الفقر، ما هذا الحديث معلوم؟ بالنسبة للأكل وهو جنب، طبعا من المستحب لمن كان جنبا أن يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد النوم أو أراد الأكل أو كذا وهو جنب كان يتوضأ. نعم. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس ممنوعا للإنسان أن يأكل جنبا، ولا ممنوع أن يصنع الطعام جنبا، كما بعض النساء مثلا تكون هي جنب ومع ذلك تصنع الطعام وتطبخ وتأكل، هذا كله لا حرج. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منع بأنه الإنسان لا يأكل إذا كان جنبا، لكن يستحب للإنسان أن يتوضأ إذا كان جنبا وأراد الأكل. نعم. وأيضا ورد في جوابكم ما يتعلق، تسأل أخرى: يجوز الأكل أو الطبخ وأنا على جنابة؟ نعم، هذا يجوز. نعم. ضمن أيضا الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ: هل يجوز الصلاة على فراش عال كأن يكون من الصوف أو الإسفنج؟ جزاكم الله خير. نعم، نص الفقهاء على أن الفراش إذا كان مرتفعا عن الأرض مثلا ولكنه ثابت، يستطيع الإنسان أن يركع ركوعا طبيعيا وأن يقف وقوفا طبيعيا وأن يسجد سجودا طبيعيا، فقد نص الفقهاء على أنه لا حرج في ذلك، يمكن للإنسان أن يصلي، لأن الأوضاع قد تكون مختلفة، قد تكون هنالك ظروف حاملة للإنسان على هذا الوضع ولا يجد مثلا مكانا على الأرض، وقد يكون هنالك سيول أو غير ذلك. على كل العوامل التي تجعله يصلي على فراشه قد تكون كثيرة، وبالتالي لا حرج في ذلك إن شاء الله. فيما يتعلق بقراءة القرآن، هنالك أيضا سؤال وردنا يقول: هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تغني عن قراءة القرآن الكريم كاملا؟ طبعا بعض الناس سبحان الله يعني يتصور عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم السورة الفلانية تعدل ربع القرآن أو السورة الفلانية تعدل ثلث القرآن، هو يتصور بأنه خلاص يكتفي بهذه وكأنما تغنيه عن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذلك يبين الأجر الذي يترتب على قراءة هذه السورة، وأن من قرأها فكأنما
قرأ القرآن من حيث معادلة الأجر، لكن لا يغني ذلك إن والله أن تقرأ سورة الإخلاص يغنيك أن تقرأ بقية القرآن، ليس كذلك، لأن التلاوة ليس مقصود منها فقط إنك أنت والله تحسن عداد الأجر فقط، ولكن هنالك الاعتبار والتدبر والتفكر والنظر في آيات الله والمرور على أحكام الله والتعلم. فأنت محتاج إلى أن تقرأ القرآن الكريم كاملا بقدر ما تستطيع، ولا تكتفي بأن والله سورة واحدة بحيث. لكن إذا الشخص مثلا قرأ 3 مرات سورة الإخلاص فإن ذلك إن شاء الله له بإذن الله عز وجل من الأجر ما يعدل القرآن، ولكن لا يغني تلاوة هذه السورة عن أن تتلو أنت يعني ما نعتبر أنه والله من قرأ 3 مرات الإخلاص ختم القرآن في رمضان، لا، ليس كذلك. نعم. عودا فضيلة الشيخ لموضوع الإنفاق وأهميته، الحقيقة ما هو يعني التوازن المطلوب أيضا في هذا الصدد من حيث يعني أولوية من ينفق عليهم؟ يعني حقيقة هناك الإنسان يهتم بباب دون باب، لكن سلم الإنفاق كيف يكون؟ هنالك له أقارب، هنالك أشياء واجبة عليه، هنالك مستحبات. يعني بعض الناس قد لا يراعي هذا، قد تكون له قرابات وأصحاب حاجات، ويعني وهو عنده من اليسار ما يجعله يصلهم ويعطيهم. حبذا لو يعني تحدثتنا في هذا الجانب، بارك الله فيكم. طبعا في كل الأحكام الشرعية والتكاليف المرعية مطلوب من الإنسان أن يقدم الواجبات على المستحبات، بمعنى أن ما هو واجب أو ما هو فرض أو ما هو مكتوب على المكلف يجب أن يؤديه. فلو نظرنا الآن في قضايا الإنفاق، هنالك واجبات مثلا عينية مطلوبة منك مباشرة متعلقة بالإنفاق الأسري مثلا. نعم. ما يجب أن تنفق عليهم من أسرتك، وهو نفسك وأولادك وزوجك، وإذا كان الوالدان أيضا بحاجة يجب أن تدخلهم ضمن هذه الدائرة في الوجوب، يعني وضعهم يختلف إذا كان هم أصحاب حاجة أو ليسوا أصحاب حاجة. نعم. فهذه الدائرة الأولى التي يفترض أن في كل تفكير لا تخلو من أن تضعهم في الحسبان. نعم. ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الواجبات الأخرى. إذا في صاحب واجب آخر من غير هؤلاء بشكل من الأشكال يجب عليك أن تنفق عليه، أيضا هذا يدخل كأصحاب واجبات. جميل. فالخلاصة الدار أقولها إن والله الإنسان فيما يتعلق بالإنفاق عليه أن ينظر إلى منظومة الواجبات أولا. من هم الذين يجب عليه أن ينفق عليهم؟ من هم الذين يجب عليه أن ينفق عليهم؟ ثم بعد ذلك ينظر إلى أصحاب الإنفاق الواجب مثلا بأحكام أخرى مثل الزكاة. نعم. مثلا خلاص مال الزكاة بالنسبة لك الآن صار مال واجب أن تخرجه من مالك، هذا أيضا يدخل معك في الوجوب، لكن بحسب بحسب أصحابها. هنا تأتي إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى نهاية الآية. فتأتي مسألة الوجوب أيضا لهؤلاء بحكم أن الله تبارك وتعالى أعطاهم حقهم. هنا تأتي إن والله الأقرباء سواء كانوا من غير طبعا مما يجب عليك أن تنفق عليهم، يمكن أن تكون لهم الأولوية في الزكاة الواجبة. زكاة الواجبة التي أخرجتها يمكن أن يكون لأقربائك ومثل بعض الأخوات وبعض الإخوان وبعض الأخوال وبعض الخالات اللي هم والله فقراء وهم بحاجة، هؤلاء قد يكون أولى من غيرهم فيما يتعلق بمنظومة الإنفاق. ثم تنظر بعد ذلك أيضا إلى أصحاب الحوائج، فقد يكون هنالك مثلا صاحب حاجة هو بعيد عنك لكن حاجته أكثر من القريب، هذا قد يقدم، صحيح القريب يقدم بالقرب ولكن ذاك قد يقدم بحاجته. فمثلا إذا كان هنالك شخص قد يفقد حياته إن لم تعطيه مثلا، وشخص آخر حياته مستمرة وكذا ولكن عليه بعض الالتزامات اللي قد تدخل في الحاجات ولكن ليست في الضروريات، فهذا قد يقدم أيضا في موضوع الإنفاق. فعلى كل المطلوب من الإنسان أن يوازن ما بين هذه المعطيات كلها سواء في القرابات أو في الأباعد حتى يكون إن شاء الله قد وفى لكل أصحاب الحوائج بحسب الحال. نعم، بارك الله فيكم. حقيقة موضوع المال فضيلة الشيخ موضوع هام، وربنا عز وجل حقيقة شرع له هذه المخارج وهذه الأحكام حتى يكون حقيقة في الأمة الكفاية وتقضى الحوائج.
فليت يكون هنالك كلمة يعني في ختام حديثنا هذا عن حقيقة أهمية إخراج يعني الحث لمن ربنا وهبهم الله هذا المال، يعني بقدر ما هي نعمة الله أعطاك إياها وفرض عليك مقابل ذلك حقوق تجاه هذه النعمة، ولها آثارها حقيقة على الفرد وعلى الجماعة. فالذين يكنزون الذهب والفضة ويكنزون يعني ولا يعطون حقها، لا شك أنهم يعني يؤثرون في ضعف المجتمع، في ضعف الأمة، في تأخر حقيقة. فنريد منكم توجيه في هذا الصدد حتى يعني هذا المال يعني يتحرك وتقضى به الحاجات، وإلا أنت إن لم تفعل فهو حيكون حقيقة يعني أنت تجمعه وغدا تحاسب عليه يعني تخرج منه. فلو تكرمتم بهذا إن شاء الله أعطيتونا نصيحة في يعني إعطاء هذا المال حقه وبذله فيما أوجب الله عليه، سواء تكون كزكاة أو كصدقات. جزاكم الله خير. أول جزئية في موضوع المال لا بد من استصحابها ويضعها الإسلام نصب عين كل مكلف، هو أن المال مال الله. نعم. وأنت مستخلف فيه، فلا تنظر إلى المال بأنك أنت صاحبه. سبحان أنت لست الله. صاحب المال، صاحب المال هو الله. نعم. الله سبحانه وتعالى أعطاك المكنة وأعطاك التفويض في أنه والله تعمل في ماله بأوامره. قال لك والله تعمل في هذه العهدة التي أعطيتك إياها بما هو مشروع لك، فمشروع لك أن تأكل، مشروع لك أن تلبس، مشروع لك كذا، لكن مشروع لك أيضا أن تنفق من هذا المال، أو يجب عليك أن تنفق. لذلك الله تبارك وتعالى عندما يخاطب الناس بالإنفاق يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم. فكأنما أن مثلا لله المثل الأعلى، أنا قلت لك يا أخي هذه 1,000,000 وزعها على الفقراء والمساكين، فصاحب المال فوضك قال لك وزع، فلو لم تقم بذلك خنت الأمانة. سبحان. إذا لم تقم بذلك فكل الذين يمسكون الأموال هم للأسف الشديد خونة في مقابل هذه المسؤولية الملقاة عليه. هذه المسؤولية الملقاة عليه. الله تبارك وتعالى ابتلاك وابتلى الفقير، ابتلى الفقير بالفقر وابتلى الغني بالغنى، مش كده؟ نعم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعل الفقير فتنة للغني وجعل الغني فتنة أيضا لإيه؟ للفقير، وقال أتصبرون. فأول قضية أنت مستخلف، أول قضية المال مال الله. الأمر الثاني أنت مستخلف في مال الله، تعمل في هذا المال بأوامر الله، تسعى من خلال هذا المال إلى أن تكون إن شاء الله ممن رضي الله عنهم ونجحوا في الابتلاء المالي. نجحوا في الابتلاء إيه؟ الابتلاء المالي. طبعا هنا تأتي إشكالات كبيرة جدا، وهو ما هو الشيء الذي تعبد الله به كل شخص؟ هذا تحدي كبير. يعني مثلا الحاكم تعبده الله بأن يكون عادلا، والغني تعبده الله بأن يكون منفقا. سبحان الله. فالساحة التي أنت تسابق فيها هي ساحة الإنفاق ما دمت أنت غني. واحد آخر ما شاء الله آتاه الله قوة، ساحته هو الجهاد، يبتليه الله تبارك وتعالى. هذه الأمور إذا لم ننظر إليها بهذا الشكل هنالك فعلا إشكال كبير جدا في التعاطي مع ديننا وفي التعامل معه. أيضا لا ننسى بأن الله تبارك وتعالى الذي أعطاك قد يسحب منك لأنك ما شكرت الله. لكن إذا شكرت الله بالعطاء وشكرته بالإنفاق قال إن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم. وما نقص صدقة من مال، يجب أن لا تتصور بأنه في نقصان، لا، لن ينقص المال. وهنالك ملكان في كل صباح يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. هذه المعاني كلها حقيقة تخرج بالإنسان في هذا الشهر المبارك لأن يكون منفقا وأن يكون كريما وأن يتحرر من الشح والبخل الذي هو فيه. وهنا طبعا لما نتكلم عن الشح والبخل مصطلحان قرآنيان. البخيل هو الذي يمتنع عن العطاء من ماله، والشحيح والعياذ بالله يكره أن ينفق الناس أصلا، فيذهب إلى الناس يقول لا تعطوا، فهذا شحيح وذاك إيه؟ ذاك بخيل. فالبخيل يمتنع عن أنه ما يعطي. لكن لما يكون إنسان زادت فيه مساحة البخل لدرجة أنه والله يكره أنه أخوه مثلا ينفق، ويشوف أنه والله الأموال قاعد تذهب منا، لاحظت؟ فيذهب إلى الناس، هؤلاء يسميهم القرآن أشحة على الخير. أشحة إيه؟ على الخير، كأنه هذا الشخص لا يريد أن ينفق ولا يريد للآخرين أن ينفق. فعلى كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى وتقرب إلى الله بكل أشكال الإنفاق،
الله عز وجل لما قال في أوائل سورة البقرة وهو يصف المؤمنين من أوصافهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن وذكر الله تبارك وتعالى فلاح هؤلاء الناس في سورة أيضا المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. فالإنسان الذي يفعل موضوع الزكاة ويحرك أمواله للزكاة يخرج إن شاء الله من كل أشكال الذم التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى عمن يكتنز الأموال ويحتفظ بها ويبخل بها ولا يعطي الأموال لمستحقها. ويأتي طبعا للأسف الشديد نحن نلاحظ اليوم كيف أن أمة الإسلام رغم أن ساحات الأموال فيها كبيرة جدا ولكن انظر إلى ساحات الفقراء وساحات أصحاب الحوائج في أمتنا قد يكون أيضا أعدادهم كبيرة بل يصل إلى ملايين من الناس. بارك الله فيكم على هذا البيان وعلى هذا التوضيح، ونشكر لكم ما تفضلتم به حقيقة معشر المشاهدين والمشاهدات الكرام. ونحن نختم هذه الحلقة من برنامجنا فاسألوا أهل الذكر نتلمس جميعا إن شاء الله تعالى أبواب الخير وأبواب العطاء وأبواب التفقد، ونحن في شهر البذل وشهر العطاء، وربنا عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلننفق بقدر ما وهبنا الله عز وجل أيا كان هذا الإنفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا ممن يتسابقون في أبواب الخير كلها. حتى نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.